ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. كانت 9 دراهم دابا 10 درهم. 10 دراهم اللي كاينه 10 دراهم. كانت قبيله 9 دراهم دابا 10 دراهم. كسابه ما باغينش يبيعوا 10 دراهم. الى بلاتي اي كساب خانا دعيناك الله ياخذ في والدين امك الحق. يجزيكم بخير الا ما يجيو يحضروا معنا. راه السوق قابل الزياده هما ترونسبور بيصيفطوكم للحبس. راه هما ترونسبور كيضغطوا على هاد الناس يوميا وكيديروا الثمن اللي خدام لهم هما وكيصوروا 15 16000 درهم في الفياج يوميا. سيروا نتوما للحبس واش جمعوا ريوسكم جيو حضروا الله يرحم الوالدين. قولوا السوق راه قابل الزياده 9 دراهم ولا قليله. راه 9 دراهم الناس ديال بني ملال كتعيط على الشاورما. احنا دابا في بني ملال في الدار البيضاء هما بني ملال كيعيطوا على الشاورما. السلعه حداهم وما بغيناش نبيعوها لهم. واش يقولوا هما الدار البيضاء ما قابليناش 9 دراهم ما قابليناش 9 دراهم قليله. 10 دراهم درنا 9 دراهم. قالك علاش خرجتيها؟ خرجنا 9 دراهم 10 دراهم. أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل والنقاش بعدما ظهر فيه عدد من أصحاب ضيعات تربية الدواجن وهم يدعون إلى الامتناع عن تزويد الأسواق بالدجاج إلى حين ارتفاع سعر البيع، مطالبين ببلوغ ثمن 10 دراهم للكيلوغرام الواحد على الأقل. ووفق ما ظهر في الفيديو المتداول فقد عبر بعض المربين عن استيائهم من الأسعار الحالية التي اعتبروها منخفضة ولا تغطي تكاليف الإنتاج، داعين باقي المهنيين إلى توحيد المواقف والتوقف عن بيع الدجاج خلال هذه الفترة من أجل الضغط نحو رفع الأسعار. كما أثار المقطع جدلا إضافيا بسبب العبارات الحادة التي استعملت في حق بعض المربين الذين واصلوا عرض منتجاتهم للبيع في الأسواق، وهو ما دفع عددا من المتابعين إلى انتقاد أسلوب الخطاب المتداول في الفيديو، معتبرين أنه لا ينسجم مع النقاش المهني المسؤول. وفي المقابل عبر العديد من المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمثل هذه الدعوات، معتبرين أنها قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين. وطالب عدد من المتفاعلين الجهات المختصة بمتابعة الموضوع والتأكد من مدى قانونية مثل هذه الدعوات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تؤثر على الأسعار أو تؤدي إلى اضطرابات في التموين. وإلى حدود الساعة لم تصدر الجهات الرسمية أو الوزارة الوصية أي بلاغ أو توضيح رسمي بخصوص الفيديو المتداول أو ما تضمنه من دعوات، في انتظار ما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من معطيات أو توضيحات إضافية. ويبقى هذا الملف من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام بالنظر إلى ارتباط أسعار الدواجن بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، باعتبارها من المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا داخل الأسر المغربية.